ولما كانت الحلقة 25 وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عليه شهرزاد تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن حسن البصري دارت برأسه الأوهام بعد أن شهد بعينه التجربة التي قام بها بهرام، ورأى النحاس يتحول إلى ذهب فطار عقله وذهب، وتعلق بذلك المجوسي العجوز ليحل له تلك الرموز ويطلعه على سر الأسرار الذي حارت فيه البرية وتاهت الأفكار، لتحويل المعدن الخسيس إلى معدن نفيس. فأخبره بهرام أن السر في عشب لا ينبت إلا على جبل السحاب المعروف بجبل قاف الموجود في الربع الخراب، وأنه لا يسافر إليه إلا مرة كل 10 أعوام. فطلب حسن البصري من بهرام أن يصحبه في هذه الأسفار ليطلع بنفسه على تلك الأسرار، واشترط عليه المجوسي أن يكتم السر حتى لا ينكشف الأمر. وذهب حسن البصري فباع دكانه وأوصى بأمه أهله وإخوانه، وركب معه سفينة من البصرة لتقطع بهم هذه السفرة، وظلوا في البحر 3 شهور كأنها 3 دهور، إلى أن كان يوم من الأيام وحسن البصري جالس مع بهرام، إذ أبصر حسن في السماء طائرا يطير في الفضاء، ففرح حسن البصري وانشرح وصاح من شدة الفرح: عم بهرام، إنه طائر يطير في السماء. أبشر يا ولدي، فقد أوفينا على غايتنا من رحلتنا. الأرض الأرض. اطووا الشراع، الكفة إلى الشرق بقوة، ألقوا المراتي. يلا يا ولدي، احمل هذه الغرائر على كتفك. مع السلامة يا عم بهرام. لا تنسوا موعدنا، سأنتظركم على هذا الساحل في أواخر العام القادم. انشروا الشراع وارفعوا المراسي وسيروا بسم الله. ولكني لا أرى إلا قفارا ورمالا وصحراء ليس لها نهاية. انتظر يا ولدي، لقد كان البحر أرحم من هذه الصحراء. انتظر يا ولدي حتى تبتعد السفينة عنا، فإنهم ينظرون إلينا. افتح هذه الغرارة، سترى عينك ما يصر له قلبك. ناولني هذا الطبل النحاسي. هذا الطبل النحاسي يا ولدي مرصود، إذا ضربت عليه حضرت النجائب ووصلت بنا إلى المقصود. انظر. يا طبول يا طبول، النجائب، الخيول، يا طبول، الخيول مسرجة ملجمة، يا طبول يا طبول.
الطبول، النجائب، الخيول، ضيعة مسرعة، يا طبول عمي انظر يا عمي، انظر يا طبول. انظر إلى هذا الغبار الذي ارتفع فجأة. إنها النجائب يا ولدي. هذا عجيب. هذا عجيب. وما ستراه أعجب. قفي بارك الله فيك. قفي هيا يا ولدي، احمل متاعنا على هذا الحصان الأشهب واركب الحصان الأبيض، إنما أنا فسأركب هذا الحصان الأحمر. سم الله يا ولدي. بسم الله الرحمن الرحيم. هيا يا ميمونة، سابق الرياح، سابق الظنون. هيا أسبوع يا عمي ونحن طائرون على هذه الجياد، نسبح في الفضاء بين الأرض والسماء. إذا كنت خائفا يا ولدي فارجع أنت. أرجع؟ وهل إلى الرجوع سبيل؟ قل لي يا حسن، ماذا ترى أمامك؟ أرى هذا غمام يملأ المشرق والمغرب. بشرى يا ولدي. ليس هذا غماما، إنه جبل قاف ينقسم عليه السحاب ولا يمشي فوقه لفرط ارتفاعه، وهو قبلتنا وعلى قمته حاجتنا. قفي يا ميمونة، قفي بارك الله فيك. انزل يا ولدي، هات هذه الغرائر وهذه هذا حسن. والآن انصرفي يا ميمونة، انطلقي بإذن الله. ماذا تفعل يا عم؟ كيف تصرفها؟ وعلى أي شيء نعود؟ أنسيت الطبل؟ إني أدعوها به في أي وقت نشاء، وسأدعوها بعد قليل بإذن الله. انظر يا ولدي إلى هذا الجبل. ياه، إن العين لا تصل إلى نهايته. ونهايته هذه هي التي يكمن فوقها السر. إن سر الكيمياء يرقد فوق هذا الجبل. الإكسير، العشب الذي يجعل النحاس ذهبا. وكيف يمكن أن يصعد إليه الإنسان؟ سأدعو الآن النجائب الثلاث فأذبح إحداها. تذبح إحداها؟ نعم يا ولدي، وما صرفتها إلا لأقول هذا. سأدعوها الآن، إذا حضرت فسأثب أنا على الجواد الأشهب وأذبحه، وأنت تجذبه من ذيله فلا يستطيع حراكا. ثم لا، دع كلمة ثم هذه. إن أنت لا تعرف السر كله مرة واحدة، ولا يمكنك أن تتلقنه دفعة واحدة، إنما سبيلي معك خطوة خطوة. والآن هيا بنا ننفذ الخطوة الأولى. أين الطبل؟ يا طبول، يا طبول، النجائب، الخيول مسرجة ملجمة. يا طبول، الخيول ضيعة مسرعة. قفي يا ميمونة، قفي بارك الله فيك. هيا يا حسن، بسم الله، اجذبها من ذيلها فإنها لا تتحرك بإذن الله. أجهز يا عمي، أجهز.
هيا حسن، اسلق جلدها معي بسرعة بسرعة وهي ساخنة. هيا شد من هذه. هات يا عمي. الذراعة والذراع الثانية. حسن حسن يا حسن. والآن الخطوة الثانية. سأدخلك في هذا الجلد وأعطيك هذا السكين وأخيط عليك الجلد. من أنا؟ ينزل عليك طائر الرخم فيظنك حيوانا نافقا فيحملك بين أظافره ويطير بك إلى قمة الجبل. فإذا حط عليه فشق الجلد بالسكين. فإذا رآك الطائر خاف منك وطار. ماذا تقول يا عمي؟ لا تخف يا ولدي، إن هذه الطريقة الوحيدة للصعود إلى قمة جبل قاف، ولن يصيبك سوء بإذن الله يا ولدي. ثم ماذا بعد أن أصعد الجبل؟ لا قلت لك دع كلمة ثم هذه. خطوة خطوة. تعال ننفذ هذه الخطوة. ادخل يا ولدي. لا تخف لا تخف. نعم هكذا. ولكن يا عمي. ثق بالله، إنه مرصود لك ومكتوب عليك. العشب العشب فوق ظهر الجبل. لا تنسى العشب يا حسن. والآن سأختفي أنا حتى ينزل الطائر عليك لأنه يخاف مني. يا عمي يا عمي. لا تتكلم فإن الطير نازل. أرى بقايا جثث وهياكل عظمية وحولها حطب كثير. هذا هو الإكسير، فلأرمي إليه ب6 حزم من هذا الحطب. إنه الإكسير الإكسير. خذ يا عمي. 1 2 3 4 5 6. الله. عمي عمي عمي. بهرام 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 بهرام. ولكن المجوسي هز كتفيه وأشار إليه بيديه وتركه فوق الجبل يلاقي نهاية الأجل. فبكى حسن وتذكر بلاده البعيدة وأمه الوحيدة. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 25 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.